مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر. تشير التوقعات إلى تغيرات مرتقبة في الحالة الجوية خلال نهاية الأسبوع، خاصة في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية للبلاد، وذلك وفقا لآخر تحديثات النموذجين الأوروبي والأمريكي. من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة انخفاضا ملحوظا، حيث تصل إلى 12 درجة مئوية في الجلفة، و15 درجة مئوية في الجزائر العاصمة، و7 درجات مئوية في قسنطينة. الاضطرابات الجوية ستؤثر على شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر ابتداء من يوم الخميس، حيث تتوقع تساقط الأمطار في ولايات سوق أهراس، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سطيف، الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، معسكر، غليزان، عين الدفلة، وتبازة. كما يصاحب هذه الأمطار انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتراوح يومي الجمعة والسبت بين 16 درجة مئوية في الجلفة و7 درجات مئوية في قسنطينة. ختاما، نشكر متابعي القناة على دعمهم، وندعوهم للاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في نشرة قادمة بإذن الله.